أهلا بكم في أولى حلقات المسلسل الإذاعي عن العشاق سألوني. هذه القصة تبدأ في العصر الجميل، في عصر الحب الساطع، في العصور الوسطى. قصتنا هي قصة الحب ما بين فارسان، فارس الكلمة وفارس المعنى، الأديب والشاعر، يحبون الملهمة. فلكي نتعرف على الحب نسمع المعنى من الكاتب والكلمة من الشاعر، فكيف كان الحب بينهما وكيف كانت المحبة لهما. زمن الشعراء قد اندثر، والآن هو زمن الكتاب والذين يقرؤون الواقع. فأنا خير من يستحقق، فأنت كل شيء لي ولا أستطيع الاستغناء عنك. قلبي ينبض بحبك ولا أستطيع العيش بدونك. بل الشاعر دائما يملأه الحنين ويغلفه الإحساس، بداخله الحب دائما، أي فعل مضارع مستمر لا يعرف الفراغ طريقه. الفجوة التي تحدث بين الزوجين تكاد معدومة عنده. وماذا تعرف أنت بين علاقة الرجل بالمرأة وعن الفجوة التي تتحدث عنها؟ أم أنك قد مررت بها أساسا؟ وهل المعرفة تستدعي للمرور بالموقف كي تعيشه؟ يبدو أن شعرنا بدأ بالهذيان. أو ماذا حدث؟ تس- تستطيع أن تقولي لي ماذا حدث أيها الشاعر؟ الحب هو أن تبصر عطر من تحب قبل أن تستنشقه، وأن تسمع كلماتها قبل أن تهمس بها لك، وأن تعانق صورتها وأنت مغمض العينين. الحب ليس نثر أو شعر أو زجل أيها الشاعر، أم ماذا؟ إذا ما هو الحب في نظرك أيها الكاتب؟ هو العطاء، عطاء الحبيب ما يريده من قبل أن هو ما يطلبه. فالعطاء يا عزيزي ليس كافيا، بل الوجود بجانب الحبيب هو أرق مغزى للحب. القول شيء والفعل شيء آخر يا صديقي. وأيضا يا صديقي وجود الشيء ولا عدمه. وكيف تعدم شيء وهو بالأصل واقع أيها الشاعر ولا يمكن إخفاؤه؟ فعندما تريد أن تشرب ولا توجد ماء، فهذا لا يعني أبدا وجود عدم الصنبور. المياه الكثيرة بدون فائدة تغرق صاحبها وتجعله مبلولا. فالحب يا صديقي ليس ماء وعطاء، بل أخلاق ومعاملة. وهو أيضا يا صديقي لمس ما هو مفقود وملء ما هو خاوي. يا عزيزي فإطفاء شعلة الوحدة هي خير ونيس للحبيب. أتتكلم عن الشعلة؟ الشمس أيضا منيرة للكون ونور كل من يبحث عنها، ولكن حرارتها لاسعة. والليل أيضا هو سترة لكل خفي، ولكن شدة البرد لاذعة. الحب لا يحتاج غطاء، بل أول الطريق إليه عطاء. والعطاء الذي يأتي بدون صلة تقطع أوتاره ويصبح رخو، فلا فائدة منه. وكيف هذا يا شاعرنا العظيم؟ ألا تجيبني؟ فالحب عبارة عن روحان في جسد واحد. ألم تسمع عن توأم الروح يا صديقي، أم تعاني عن مشكلة في السمع؟ أحمد ربي يا رجل إني أذناي بخير، ولكن يبدو أنك أنت من تعاني في مشكلة من البصر ولا تنظر إلى تحت قدميك. فلا بد أن يكون للشاعر نظرة مستقبلية. وهل أنا أفتقر إلى هذا يا سيدي الكاتب؟ الحب شيء جميل والمغزى منه أكبر. وهل لي أن أعرف كيف؟ وتوتة توتة بس ما خلصتش الحدوتة. موعدنا الحلقة الجاية من مسلسلنا الإذاعي عن العشاق سألوني، علشان تعرفوا إيه اللي حصل بين الأديب والشاعر. أحمد مختار. كنتم مع رمضان كمال وأحمد أنديل وأيضا أحمد مختار.